لنتذكر دائما أن الدعاء هو سر الصلة بين العبد وربه، وهو العبادة الخالصة التي تعكس توكلنا واحتياجنا إليه. ومهما كانت أحلامنا وآمالنا لا يستطيع أحد تحقيقها إلا الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم، الدعاء هو العبادة. بدعوة واحدة من آدم عليه السلام غفر الله له وتاب عليه. بدعوة واحدة من نوح عليه السلام أغرق الله الأرض بالفيضان. بدعوة واحدة من يونس عليه السلام أنجاه الله من ظلمات بطن الحوت. بدعوة واحدة من زكريا عليه السلام وهبه الله الولد رغم شيخوخته. وبدعوة واحدة من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له: إنا سنرضيك في أمتك. الله عز وجل أمرنا بدعائه ووعدنا بالإجابة، فلا يرضى الله عن من يترك الدعاء، بل يغضب على من لا يسأله.